السلام عليكم عشاق ومحبي نادي شبيبة القبائل أينما كنتم، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. شاهين بلول لم يعد يشعر بالآلام، وعودته إلى التدريبات ستكون تدريجية. تخلص اللاعب المستخدم الجديد شاهين بلول من الآلام التي يعاني منها على مستوى مشط القدم، كما سبق وأن أشرنا إليه، حيث أكد في حصة أمس الصباحية أنه على أتم الاستعداد ليكون ضمن مخططات المدرب في المواعيد التدريبية القادمة، حيث بدأ يعود إلى مستواه المعهود تدريجيا. ويبقى أن نشير إلى أن قرار مشاركته في الحصص التدريبية بيد المدرب زيمباور. زيمباور يريد أن يشفى نهائيا من إصابته. المدرب الألماني زيمباور يريد من اللاعب شاهين بلول أن يشفى بشكل نهائي من إصابته تجنبا لأي أعراض جانبية. وفي التفاصيل، زيمباور يريد أن يشفى نهائيا من إصابته حسب ما علمناه في هذا الصدد، فإن زيمباور يصر أن يتم اللاعب برنامجه العلاجي كاملا على أن يكون دخوله المنافسة في اللقاء الذي أجرته الشبيبة كثالث وآخر لقاء ودي قبل العودة إلى أرض الوطن، حيث يعول الألماني كثيرا على لاعبيه على غرار كل الأسماء التي اختار أن تبقى ضمن التعداد في الموسم الجديد. الإصابات تؤرق الجميع، والمدرب يصر على تجنب الاحتكاكات القوية والشديدة والتي من شأنها حدوث الإصابات. وأصبح المدرب جوزيف زيمباور يصر كثيرا في الآونة الأخيرة حتى يتجنب لاعبوه التدخلات الخشنة فيما بينهم، حفاظا على سلامة بعضهم البعض، بما أن المنافسة الرسمية على الأبواب. ولم يبقى سوى أن نؤكد أن رسالة الألماني إلى لاعبيه هي أن يكون الجميع على دراية بأن تجنب هاجس الإصابات سوف يكون مفيدا جدا للنادي في الأيام القليلة القادمة.